معايا ورق العنب زي الشركات والمصانع الكبيرة، هيقعد مش معاكي من السنة للسنة، لا، من السنتين ثلاثة كمان. يلا بينا نشوف الوصفة. عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. ويلا خلاص كده آن الأوان لتفريز ورق العنب أو تخزين ورق العنب. تخزين ورق العنب أو التفريز الأحسن وقت ليه هو وقت في الربيع، يعني في يعني بعد شم النسيم كده حلوة قوي، قبليه بشوية ممتاز. عندك من شهر 4 لحد شهر 6 ممكن تفرزي ورق عنب، بس كل ما تخزني بدري شوية قبل العنب ما يطلع يعني بيكون احسن بكتير، وتكون ورقة العنب معاكي طرية. في ناس بيقولوا ده ساعات في السوق بيبقى توت وساعات يبقى فراولة. ورقة التوت وورقة الفراولة يا جماعة، ورقة الفراولة قد كده، حاجة صغيرة قوي مشرشرة من الجناب كده، استحالة يحطوها يعني في ورق العنب. وورقه التوت ليها بوز رفيع قوي، ما بتاخدش الدوران اللي بيبقى في ورق العنب ده. طيب هو ليه ساعات بيبقى فيه ورق خشن قوي وفي ورق بيبقى طري؟ بيختلف من نوع العنب، بيختلف. احنا عندنا كذا نوع عنب، في عنب ببذر، عنب بناتي، عنب احمر، عنب طويل، عنب مدور، في انواع كتير جدا. فكل نوع بتبقى الورقه بتاعته مختلفه. وفي على فكره قطفه اولى لورق العنب، قطفه تانية، يعني في ناس بتقطف مثلا اول قطفه دي، في بيغيبوا شويه ويبقى في قطفه تانية قبل العنب ما بيخرج. فكل قطفه بتختلف وبيختلف نوع العنب للتاني. خلاص كده احنا دلوقتي جبت ورق العنب وظبطته زي ما انتم شايفين بالشكل ده. قطعت البوز، طبعا قطعت البوز بس ما رمتوش اهو، لان ده بيدي مزازه حلوه. معلومه كمان مهمه قوي، لو عايزه تعرفي ورق العنب ده ورق عنب ولا مغشوش، اقطعي ورقه العنب ودوقي الحته دي، يعني دوقيها كده هتلاقي بتنزل مزازه في بقك، خلاص انت ده ورق عنب. خلاص كده، سواء بناتي او مش بناتي حتى هيديكي برضو مزازه. عندي الورقه، بصوا التفاوت، طبعا الشجره مش هتخرج الورقه كله في وقت واحد، ففي ورقه كبيره ورقه صغيره. عملنا نقينا الورقه الكبيره دي لوحدها والصغيره لوحدها، وعملتهم اكوام زي ما انتم شايفينهم بالشكل ده. طبعا طب امتى نعرف ان الورقه ديت كبيره بس حلوه؟ لما تمسكي ورقه العنب كده اهي وتلمها في ايدك كده اهو، ما تتكسرش، مش خشنه، طريه، لسه فيها ميه يعني ما نشفتش على الشجر. وادي ورقه العنب الصغيره زيها بالظبط. نضفناهم بقى وعملناهم بالمنظر ده. عايزه اعمل لكم طريقتين مختلفين. بنروح اي سوبر ماركت بنلاقي برطمانات ورق عنب، انتوا ممكن تخزني ان شاء الله حتى 20 كيلو ورق عنب من غير ما تستعملي الفريزر خالص، وكمان من غير برطمانات ازاز كتير. هقول لك على فكره تحفه تحفه بجد، زي المصانع والشركات ما بتعمله، ويمكن احسن ان شاء الله. اول حاجه هنركن بس ورق العنب كده على جنب، وهجيب حله معايا وهجيب كوبايه. لكل كوبايه ميه بحط عليها معلقه ملح، ويا ريت تكون ملح خشن. اتفقنا احنا هنعامل ورق العنب اكن مخلل بالظبط. انا خللت معاكم كذا طريقه للمخلل، بتبقى يعني الملح لازم يكون ملح مظبوط، وزي ما اتفقنا يكون ملح خشن. لكل كوبايه ميه في الحله، ممكن تعايروا انتوا بقى باي كوبايه اللي هي كوبايه الشاي العاديه دي، لكل كوبايه ميه بتحطي معلقه كبيره من الملح الخشن. ملح الخشن بيبقى احسن بكتير من الملح الناعم، بيحافظ على المخلل، وكمان هيحافظ لك على ورق العنب مش من السنه للسنه، ممكن سنتين كمان. خلاص هحط كده لكل كوبايه، وممكن كمان لو مش عايزه تعاير الميه كل كوبايه حط ملح، وبعدين اعملي لها اختبار بالبيضه. انا عاملاها معاكم كذا مره في انواع المخلل اللي خليتها قبل كده. خلاص هحط كميه الملح الخشن بتاعتي الاول على حسب هما كام كوبايه اهو بالشكل ده. حطيت الملح طبعا لسه ما دوبتش، ومعلقه صغيره من ملح الليمون، وكمان معلقتين من السكر. ملح الليمون والسكر زي مواد حافظه للورق العنب بتاعنا. طبعا انا عملت كل الكلام ده. الميه طبعا انا المخلل العادي عامه بعمله ميه من الفلتر مغليه، يعني ميه مفلتره مغليه ومتبرده، لكن انا حبيت قبل ما اغلي الميه اوريكم التكه دي الاول، لان انا عايزه الميه وهي سخنه بتغلي، وكمان لما تبرد شويه، فلازم اعمل الخطوات دي الاول قبل ما اغلي الميه. طبعا هو مش مهم اقلبه قوي لان الميه كده كده هتغلي، فشيء طبيعي هيدوبه، بس ممكن تدوبيه لو عايزه تتاكدي ان الملح مظبوط.
وما انتش عارفه يعني بالكوبايه والمعلقه، لازم تدوبيه كويس قوي، وتروحي حاطه البضايه في النص. البضايه اول ما تطلع على وش الميه يبقى الملح مظبوط. متردده شويه يبقى عايزه معلقه ملح كمان مظبوطه، واقعه جوه في القاع يبقى كده ناقصه ملح خالص. خلاص الملح المظبوط بيخلي البيضه تقب على الوش. هروح احطها على النار، الميه بتاعتنا تغلي كويس قوي. وهي بتغلي كده هاخد رصة عنب واحدة واحدة بالشكل ده كده، وهنزل بيها في المية المغلية، سواء هتحطيها في الفريزر او هتعملي الطريقة اللي في البرطمان. طبعا اول ما بننزل بالمنظر ده كده لونه بيتغير تماما. بص نعد 1 2 3 4 5، خلاص كفاية قوي كده. مجرد ما بتنزلي بيه في المية المغلية لونه اصلا بيغير. بصوا ما شاء الله اهو. وفي المصفى جنبنا كده طلعه على طول. انا مش هبرده، مش هحطه في ميه بتلج بعد المرحله دي، لاني اصلا اللهم صل على النبي انا ما اتاخرتش عليه، ما سلقتوش، يا دوبك دبلته، فالحراره عمرها ما هتخليه يستوي يعني. خلاص هعمل الكميه كلها بالشكل ده. الكميه بتاعتنا كلها بصوا، طبعا هو لسه سخن، الحراره هتخليه بصوا اللي في النص خد اللون الايه السليق المظبوط. فالحراره يا دوبك تحطيه في الميه بس يدبل كده، وغطوه بحاجه علشان اللون بتاعه ما ياكسدش. تعالوا هنا بقى حطيت كمان اللي هو الميه لسه طبعا سخنه مولعه، حطيت كمان العروق دي. الميه دي احنا غاسلين ورق العنب طبعا، بس اللون كده اتغير من اللون من لون ورق العنب، بينزل لون اصفر كده. خلاص فحطينا فيه الورق ده، وعايزه الميه دي بقى اللي احنا حاطين فيها الملح والكلام ده كله تبرد تماما، وكمان ورق العنب معانا يكون برد. وبعد كده نشوف الخطوه اللي بعد كده ايه. بتاعت الورق دي بس قبل ما اسيبه يبرد عايزه اقول لكم اللي هو العروق دي بتخلي الميه تزيد مزازه. يعني احنا حاطين معلقه ملح ليمون. الناس اللي بتحب ورق العنب مزز بقى، دي كمان العروق دي بتزود المزازه بتاعت الميه، فدي حاجه حلوه انا عن نفسي بحبها. اللي مش عايزها يعني ممكن يحتفظ بورق العنب من غير ما يسلق اللي هي السقان دي. وكمان انا بحطها في ارضيه الحله لما باجي احشي ورق العنب. هسيب بقى الميه تبرد خالص، وتعالوا نشوف هنعمل ايه. ورق العنب بتاعنا خلاص كده برد خالص دلوقتي، يعني نقدر بقى تخزنيه بالطريقه اللي انت عايزاها. عندك مكان في الفريزر تقدري تحطيها في الفريزر، عايزه بقى تخزنيه بالطريقه الحلوه قوي ده وتحطيه في برطمانات، مش عايزه اقول لك الطريقه دي قد ايه تحفه. تعالي اقول لك بس لو هتخزنيه في الفريزر لازم تعملي ايه بالظبط. على فكره انا خزنته قبل كده من غير ما احطه في الميه المغليه، الصراحه ما عجبنيش، وهي اذواق بقى وكل واحد يعني بيرجع بقى من ذوق للتاني. لمي الاطراف دي كلها كويس قوي كده اهو، علشان ما تنشفش معاكي وتتكسر لما تدخليها الفريزر. بالشكل ده تلفيها بالشكل ده كده، طبعا عشان هي واخده داخله الميه المغليه عمرها ما هتفرد معاكي تاني. حطها في كيس بقى سندوتشات عادي لو حابه تخزني في الفريزر. اما الطريقه اللي هقول لك عليها التانيه دي تحفه بجد. برطمان ممكن برطمان مخلل عادي الكبير بتاع المخلل، او جردل زي ده الجردل الكبير اللي هو بصوا زي بتاع الجبنه والحاجات دي. حطي بقى في الورق العنب كده اهو بالشكل ده كده، مفروض زي ما هو. في حد ممكن يقول لي طب الملح اللي انت حطيتيه ده هيبقى حادق قوي لما تيجي طيب نحشيه هيبقى حادق قوي. لا، قبل ما تيجي تحشي تطلعي الكميه اللي انت عايزاها من البرطمان، تاخدي الكميه اللي انت عايزاها من البرطمان تحطيها في ميه، بس ميه عاديه من غير اي حاجه، ولا هتسلقي ولا اي حاجه. تنقعيه في الميه شويه كده الملح بينزل، وكمان بتبص تلاقي معلهوش ولا نقطه ملح خالص. خلاص بنملى البرطمان بتاعنا ده، طبعا بياخد كميه كبيره جدا. يعني البرطمان اللي قدامكم ده يعني ممكن ياخد كده بتاع 5 كيلو ورق عنب، 5 كيلو بالشكل ده. طيب هاخد لما زي ما اتفقنا مهم جدا جدا قبل ما انسى انه يكون الملح خشن، لان الملح الخشن ما فيهوش ماده اليودي، لكن طبعا الملح الناعم بيبقى فيه ماده اليودي، بيخلي الحاجه تتهري بمعنى اصح، ويعمل البكتيريا البيضاء اللي بتبقى على وش المخلل. لو تلاحظوا من اول ما فتحت القناه انا ما بعملش بصراحه الا لو هعمل يعني كميه قليله قوي مخلل، بستعمل الملح الناعم اللي هو بتاع المحلات والشركات ده، لكن اي نوع مخلل بستعمل الملح الخشن. ومهم جدا انك تستعملي في الوصفه دي، ما ينفعش تبدلي الملح الخشن بالملح الناعم. خلاص كده البرطمان زي ما اتفقنا الجردل ده بياخد تقريبا 5 كيلو، فانت لو ما اتملاش معاكي بالشكل ده انت بقى انا اديتك الفكره، وانت كملي بقى ايه الكميه بتاعتك زي ما انت عايزه. لازم يكون البرطمان مليان للاخر طبعا زي ما بقول لك كده،
وتحطي تقفلي عليه بالعيدان بالشكل ده كده. طب ليه بقفل بالعيدان؟ عشان لا قدر الله لا قدر الله لو البكتيريا جاله بكتيريا يبقى في الورق العروق اللي فوق ما يأذيليش ورق العنب نفسه. خلاص، فبحط العروق كلها بالشكل ده كده اهو. حتى لو البرطمان مكملش معاكي، انا قلتلك البرطمان ده بياخد 5 كيلو، لو مكملش واتملى للاخر لازم تكمليه كله للاخر، الميه اللي سلقنا فيها ورق العنب. خلاص كده. طبعا الميه دي اللي احنا حاطين فيها الملح والسكر وملح الليمون، الكلام ده كله بردت خالص. طبعا ورق العنب برد خالص، لان ما ينفعش احط فيه وهو سخن طالما البرطمان مش ازاز، ومش هيتحط على النار لحد ما يتبستر مع نفسه. خلاص، فلازم المرحله دي تكونوا واخدين بالكم منها. لو معمول ببرطمانات ازاز بحطه الحقيقه بحطه في النار وبسيبه يغلي لحد الغطا الحديد بتاعه ما يبستر. لكن في البلاستيك ده مش هينفع غير اللي انا بعمله لكم ده. هكمله ميه لحد الاخر. بصوا تعالوا بقى من الجنب كده اهو. لو طبعا كان كامل كان ده هيكبس على بعضه، بس الحقيقه انا جبت 2 كيلو بس مش 5. لكن انت ممكن تجيبي 5 كيلو بقى وتكملي البرطمان. لازم تحطي تقل بالشكل ده، لازم تكون التقل حتى لو البرطمان مليان لازم في اخر كده تحطي اي حاجه تقل عليها بالشكل ده، وتروحي حاطه الغطا بتاعك والميه تكون مليانه للاخر. مش عايزين ولا حته فاضيه في البرطمان علشان خاطر ما يخشلوش هوا خالص. بصوا اللعيمه على الوش كده البرطمان مكبس الميه والطبق كابس ورق العنب تحت. الطريقه دي مش عايزه اقول لكم، هي دي اللي بيستعملوها اللي بيعملوها في المحلات والشركات. وده لما بتروح اي سوبر ماركت بتلاقي ورق العنب ما شاء الله محتفظ كده بقوامه، لا بيتهري ولا بيجرى له اي حاجه. الملح ما شاء الله وملح الليمون والسكر بيحافظ على قوام الورقه، ما بيخليهاش تتهري خالص. بس زي ما قلت لكم لازم يكون الملح خشن. يا رب تكون طريقتي عجبتكم. شكرا ليكم، سلام عليكم.